كل ده 45 جنيه. متخيل؟ 3 قطع ستريبس، بسم الله ما شاء الله، حجمهم كويس، ورغيف عيش كمان نسيت اقول لك عليه. والمكان بقى اسهل مما تتخيل، في اول البحر جنب عصير البورصه. المنيو بتاعه اهو، عنده اسعار من اول 25 جنيه. يعني الناس بتاعت الفول والطعميه كده اللي بتقضي بقيه الشهر كده فول وطعميه، بص دي اول صفحه كده. كمان في 3 صفح، الصفحه التانية، الصفحه التالتة. كريبات بقى، بس هو كله ستريبس. يعني كنت نفسي الاقي عنده دينر بوكس، بس مفيش، كله ستريبس. قول بسم الله كده وندوق، عشان انا مدوقتش قبل الفيديو. بسم الله. ايه ده؟ كانت فراخ مش مصنعات. لا تحفة، بس ايه ده بجد والله. انا على طول الحاجة اللي بأسعار رخيصة ما بتكلمش على الجودة او التتبيلة بتاعتها ممتازة، بس بجد والله التتبيلة بتاعته مميزة، عجبني اوي. الوجبة دي 45 جنيه، يعني ممكن تكون ادمان بعد كده. يعني والله جودة الفراخ كويسة، وطعم التتبيلة ممتاز. يعني انا وجبة زي دي، لو بس هو لو يعني ايه، لو براند كبير انا ممكن ادفع فيها رقم. والله ممكن ادفع فيها، والله تتبيلة الفراخ انا عارف ان انا زودت قوي في تتبيلة الفراخ، بس انا ما كنتش متوقع كده. بجد احنا ممكن ان شاء الله نعمل فيديو تاني نجرب اي حاجة من المنيو ده، لان بجد الاكل ممتاز، والله ممتاز ممتاز ممتاز، مفيش اي غلطة. طعم التتبيله بتاعت الفراخ ممتاز. وانا حاسس ان انا طولت عليكم، فحابب بس نسال سؤال واحد: يا ترى نحاول ندور بقى على اماكن ان شاء الله ب 15 و20 جنيه ناكل فيها، ولا نوقف السلسله دي ونشوف الغالي بيقول ايه؟ بس احنا اخر الشهر وراعوا يعني الدنيا.